السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم جمعة الجبري للرخام والجرانيت. ان شاء الله السلم دوت سلم جرانيت احمر اسواني، والجودة بتاع الخامة قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين، واللمعة والدنيا. السلم ده يا جماعة اللي كنا اتكلمنا عليه في التقسيط بتاعه، في تقسيط القايمة والنايمة، وفي تقسيط كل قلبة لوحدها. طبعا انا مش بقول قسط كل قلبة لوحدها واعمل كل قلبة مقاس لوحدها، مش ده الموضوع ولا ده المقصود زي ما الموضوع اتفهم. الموضوع ان انا بقول لك لازم الدور كله يتقسط كامل على بعضيه، كل درجة زي التانية لحد الاخر، مفيش اي اختلاف في اي درجة في القايمة والنايمة. ولكن انا بقول لك قسط كل قلبة لوحدها عشان تشيك على الخرسانة، لو فيها اي مشاكل قبل ما تواجهك في الشغل تلحق توضع لها اي حل. وده اللي حصل معانا بالفعل. لما قسطنا كل قلبة لوحدها ظهرت لنا مشاكل في كل قلبة لوحدها، لأن القلبات كلها مش موحدة في الخرسانة، وده الطبيعي اللي بيبقى في أي سلم خرسانة. استحالة ومن الصعب يعني بنسبة 5% لو لقيت سلم مظبوط معاك في الخرسانة. فطبعا هنا انا بقول لك شيك على كل قلبة عشان لو في مشكلة تلحق توضع لها حل قبل ما تواجهك وانت شغال، مش اكتر من كده. لكن انا ما قلتش اعمل كل قلبة مقاس لوحدها، ما حصلش الكلام دوت. طيب السلم دوت طالع معانا في التقسيط القايمة 16 سنتي والنايمة 28 سنتي، كله بالملي من الأول للآخر بفضل الله سبحانه وتعالى. والسلم طالع ما فيهوش أي مشاكل، وبسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا. والكلام مش محتاج أي كلام، الشغل مش محتاج أي كلام، الشغل بيتكلم عن نفسه. والدنيا باينه زي ما احنا شايفين اهوت، ولا طلعت فيه اي مشاكل في اي حاجه، والمشاكل اتحلت اللي كانت موجوده كلها في السلم. وكان عندنا بعض تفاصيل والكلام باين من هنا اهوت. الجنب دوت طبعا الكلام ده كله متابع وكله عارف. عندنا الجنب ده بنجيبه جنب مايل حته واحده وبيتفصل زي ما حضرتك شايف، وجايه في ايه الحبسه بتاعته اللي هي الحليه، علشان تديله شكل وتديله ايه منظر جمالي زي ما حضرتك شايف كده. طيب احنا الوقت لسه ان شاء الله قبل الفينش، لسه ما فنشناش الشغل ده، لسه هيتزملك وهيتلمع. اما احنا الوقت في مرحلة نظافة وغسيل، فقلنا ناخد برضو على الجو لسه رايق كده، ناخد عليه لقطة ونوصل وجهة نظرنا ايه اللي كان مقصود في تقسيط كل قلبة لوحدها. وعلشان ما اطولش على حضراتكم، كان معكم جمعة الجبري للرخام والجرانيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.